بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نتكلم حول جلسة بيعة أبا بكر رضي الله عنه، كيف بايعه الناس، أو مجلس البيعة كيف كانت، بيعة الأولى وبيعة الثانية. في حفتي قالوا جماعته أم بحثا او عربی بيجن مجلس بكردي بين جفين رونشتن، يعني تركي بين توبلانتي او توب جفينا كوتيدا صحابيه بيعه خليفتي دا ابو بكر شوا تشيبو بیا براستی تشتکی کو یکش سبب فتنه آنا نبراب سلمان دا تشيبو چه نبو حق بو نحق بو باش بو خراب بو چکرن چه نکرن ایرو سر مجوده دشه يعني. طبعا ابيكو فهمناكن ياجي ابيكو فيزا نبونا ويكيما باشيكو بريا شبهتين قوتن دبي والله قال ابو بكر نبونا خليفه، نا ابو بكر بزوري بو خليفه، ابو بكر خلقه تهديد كر يعني افتنا هنيرو نابا مسلمان ده هي و يك جوان سبب يرو ام مسلمان مند مذهب مازن و جروبك مازن ام بحثه يمكن ان شاء الله. طبعا مختصر الامر بالجمعه الماضيه تكلمنا حول وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع هذا الخبر عليهم كيف اثر فيهم. بعدما انتشر الخبر اجتمع الصحابة أو أهل المدينة الأنصار في أحد بساتين كما نقول سقيفة يقال باللغة العربية سقيفة بني، اجتمعوا هناك أهل المدينة الأنصار، وربما قالوا نحن من أهل الدار أهل البلد من حقنا أن نختار أحدا. في الغالب هذا سنة الله في الكون، يعني الناس هكذا يفكرون دائما. أهل البلد يقول من حقنا أن نعمل هكذا، من حقنا هكذا. الذي يأتي إليهم وإن عاش معهم مئات السنين دائما ينظرون إليهم بدرجة ثانية، يعني مثل ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام بني إسرائيل وفرعون. أهل مصر الحقيقيين دائما كانوا ينظرون إلى أولاد إسرائيل بالنظرة الثانية ويعذبونهم دائما، مع أنهم عاشوا فيهم سنوات طويلة دائما كانوا في المرتبة الثانية. بلغة العصر يقول المواطن من درجة ثانية، هكذا يقولون. فأهل المدينة الظاهر قالوا من حقنا أن نختار، نحن أهل البلد نختار أحدا يكون أميرا لنا ويدير المسلمين. وبالجمعة الماضية قلنا حكمة الاستعجال، الوضع لا يتحمل أن يبقى الناس بدون أمير، هذا هو السبب الحقيقي. فهم اجتمعوا وحاولوا وقالوا خلاص نختار أحدا من بيننا. پشتی خبر پیغمبر هات بلا کرنه هفته چی مجواره گو صحابی مدینه امجوانات بجن چه اون بیراوه ده ملت مدینه انصار يعني آلیکار پیغمبر. اوان انصارش خواه گوتن توب بون ده بخچه کی دا مال یکی دا توب بون بپرانی، يعني صادی صاد نه ارچی هم بجه ایوان مازن ایوان توب بون گو که ام یکیش خواه بکن خلیفه. دفر دا تشتاکیش بیر و نکر تشتاکی دنیا ده هر جی در باسته به ملت کو جباب و کال خدا الجی کی من دبی دولت مایه باجار مایه حق مایه اوه کو داوی هاتبن فقیر و هرش خواه داوی دا سکنه دبی حق بتنه. مثلا ام نرویج یکیش به 40 سال الفرانه و برکی او 5 سال پاشی 100 سال دنجی هر اجمرا بیجن تدرجه دوی بی شکل هانه برید قانون اوه، يعني تشتكي باش خراب نظانم. مثلا حضرت يوسف قوم خو ملت خو بابو بري خواني مصري بصالا مان حتى وقت حضرت يوسف حضرت موسى هر ظلم لوانت كرن تقول خريبا هر ظلم لوانت كرن، يعني فرعون راقوتن قويين كجوان اسرائيليه رابا دولتها تاخراك فرعون سري ميراج يتكر، يعني سري زاروكا يتكر دقالكو حضرت موسى وقوم يباوي كالي حتى حضرت يوسف ابنزان چقا صاله او قصال مصر دمان خدمت كرن فقط هر جوانه تقون خريبا هر تقون خريبا حقي وتنا وتشتكي بكن بلكي امنا بجم فينيتا خراب فقط بلكي ملت مدينه انصار جامره قوتو والله باجار ما خبردان دبي اون دركت باجار ما حق ما مش خايا كيف كل مازن، يعني حق ما باجار ما ملت ما وانا ميوانا ناتنا جنبه بلكي صبي روش خاچون مادام پیغمبر حیات اخو الجماع دوام کرد وفات الجماع برا مازن دناوا مدابه اما يكي تيخن مازن. طبعا قلنا هذا هو السبب، يعني هم قالوا نحن أهل البلد من حقنا أن نختار واحدا أن يكون من بيننا. وحينما وصل الخبر إلى أبا بكر وعمر فثلاثة من أهل المهاجرين
ليس كلهم، لأن بعضهم كانوا مشغول وبعضهم كان ما زال في هذا المصيبة، في وقعة هذه المصيبة. ولكن ثلاثة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله عن الجميع قالوا فلنذهب باسم المهاجرين ونتكلم مع إخواننا حتى لا يحصل مشكلة في هذا الأمر. وبعد قليل سنتكلم عن الحوار الذي دار بين الطرفين. پشتێک و خبر هات إجا وانا توبون كومبون أمي تشبكن خبر هات ج أبو بكر راج عمر و أم بجن أبو عبيدة صحابة كدنيا أفانا قو كام هرن بريا كو تشتكي شاشة بأم هرن خبردن وان براي هانيرا براستي أنا بلكي دا أمي تشتي باشي بيجن ملت مدي أنصار ومهاجر راست أبونا براي هب فقط هناك جوان دها بر دنياي ديتنا هناك جوان ظانم مسألة أو قصرحتنا يعني تفلان كست هاتي كيف ما اشترنت هرا يكي ديوره قانون مزناتية دولتها دا تشتكو ساكنوتنا قال هي جاره إنسانك يتهد بس مزنة دولتك احترام خود قرن دبي والله حتى هبي مثلا قانون 4 ساله يا 6 ساله حتى 4 ساله مشترى نكابري ورن خواري قانون ما تكريه مزنه خو نوك انا عادت ما بسلمان جانا مش خيا كلمه مزنه ما دقه باشه ولا مشت حسنه كتبره بر فلان كسوره حياه صنامشه وانا جو امهرم بريا كبراي مي مدينش تشتكي شاش بكن اجا چون ابو بكر سيحب چون تفكي نچون هناك جوان مشغول بود مال خدا این که جوان به کلک جنازه پیغمبر بون فقط سه حبه مازن سه حبه ام بجن کردی خود بین گرگر مازن يعني سه حبه مازن حضرت ابو بكر حضرت عمر و حضرت ابو عبيده وانا هر سه صحابي مازن بون اوانا چون گو ام هرم برای خدا خبردن بريكو ام تشتكي شاش بكين. طبعا حينما ذهب ابو بكر راهم بانهم يتكلمون ويجالسون الذي حصل والذي يلفت النظر ولا أحد من الأنصار قال بأنه من حقي أن أكون خليفة، كلهم كانوا مجتمعين. ربما كان في عينهم أو في عقلهم أن يختاروا أحدهم، ربما الكبار السن أو الذي له خبرة طويلة ربما، ولكن ولا أحد قال أنا أحب أن أكون خليفة. هذا شيء مفرح جدا بأنهم ليسوا خلف المناصب، لا يحبون المنصب، ولكن يقول لابد من أحد أن يديرنا. هذا الذي يلفت النظر. ولا أحد منهم قال أنا أريد، ولكن قالوا نختار أحدا من يكون مناسب فلنحاول أن نختاره ويكون أميرا علينا. هذا الذي يفرح بأنهم لم يحاربوا على المنصب لأنفسهم، ولكن قالوا نحب أن نختار رجلا مناسبا لهذا المكان. تشتيكو أمدوي خبردانا أنصار دعولي بري هر تشتي أم بدينن أنصارا يك جوان در نكت نقو أدخوازن ببمازن اب تشتي هاني تنبو ابجي تشتكي پر كيف خوشه يعني مثلا جارنا هيك انسان ما انا في زمان هاني دبي والله غريك بمازن او دبي از هر كس دبي از فقط واني انصار ملت مدينه تكس كي جوان شرنك وينا جو از جو كم نافخذ ان اخيكم مناسبه ان انسان كو باش ام يمكن مازن تكس كي نجو از بلكي عقلي هنا كذا شخصك يهبو برا او انسان هاني به عرفوا عادات الدنيا دماكو ام بينج حبداي حبجيك رود من ام تخازن غرابك وظيفك بدنيا كي ام تماشات كن ان بيجن كي جادها زيرك كي جادها تجربه وهي كي دها دنيا ديتيه ام بيجن برا او به عقلي ما بلكي وهي هما او جامر نابجه من دنيا ديتيه من خونديها بدل من نابجه كو بيجه عيبه يعني خوش نينه لو ما ام دنير ملت انصار تكس كي جوان نجو بدل ما نجوت فقط قوتنا من مزاك كي مناسبه كرسيك پیغمبر سره رونشتي عليه الصلاه والسلام والابو كي ملت مدينه دوي كرسيان دارون اباشبه لسروي خبردان. طبعا حينما ذهب ابا بكر انا صار تكلم وقالوا نحن خدمنا الاسلام وهكذا وهكذا وشكرهم ابا بكر والصحابه قالوا بارك الله فيكم نعم نحن نقر لكم بهذا وقد قمتم بخدمه كبيره للاسلام. اولا كان عندهم فكر راي قالوا الامير منا أهل المدينة قال منا الأمير. فأبا بكر رضي الله عنه عرض هذا سنقول لماذا عرضوا أو بعدما رأوا بأنهم الصحابة غير متفقين على أن يكون أمير واحد قالوا ليكن لنا أميرين أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين. فحاولوا يعني أولا اقتراحين اقتراح الأول الأمير من أهل المدينة فحينما رأوا بأن هذا لا يقبل قالوا منكم أمير ومنا أمير واحد مهاجر واحد من الأنصار. ولكن سنرى أبا بكر كيف رد على الاقتراحين.
وربما السبب أنهم قالوا أميرين. أيها الإخوة، الأنصار دائما كانوا عندهم قبيلتين، أوس والخزرج، دائما في أولا حروب وبعد ذلك شبه تنافس، فربما كان بقى هذا في عقليتهم أن يكون منا أميرين، ولكن هذا المرة ليس واحد من الأوس وواحد من الخزرج، لا، هذه المرة واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار. على كل قدموا رأيين، ولكن أبا بكر بحكمته وبأدب بالغ رد على الاقتراحين. خبردان أنصار چبو؟ أنصار أولا قو تشتكي قو برا مازن جمبه أنصار يك. أبو بكر قو نا يقولك نا يك جوا يك جمع برا دحب مازنه ما هبن، يعني وكب أنا بن دحب باش باقام دحب سروك دولة برا دحب هبن يك جوا ويك جمع. أبو بكر بأدب وبأخلاقه كي خوش هردو جي قوان هردي ايش هنابن. طبعا أمي أنا بيجن شم أبو بكر سبب قلنا الله أعلم، وانا دمك قوتن يك جوا ويك جمع دحبن ملت أنصار بريق بيخنبر هرب دقبيلة بدب اسمامي هبون ونابي وانزان شنو أوس وخزرج. أوس وخزرج بسمامي هبن ها فقط بحيلة يهودية بصالة نيرتيب هورات كلن هبت كشتن بصالة بسمامي هبن 200 سال 150 سال چقا سال هرول هفت خستن. اوان انسانا حتی پیغمبر جهاد تشتکی چه دبو تدی اوس تشتکی دگو خزرج گو نا خزرج دگو بیاد گون هیجا جی شر نما بو اما هیجا جی اواکینو حساسیت و حساسیت اون چنه یعنی بترکید بین چکشمه هیجا هبو یکی کج اوس تشتکی بو تا اوی قبیلاتی دگو نا قبول نابجانا دگو دروایشت که جبر عاجز بون یا او دامار هیجا وان را ما بو بلکه لسرویه که گو یک جوا و یک جمع گویدی انصار تبونه یک ملت مدینه اوس خزرج امونه قبیله کی لیه برا یک انصار با یک مهاجرین یک مکه یک مدینه خو کرن یک لهمبر اوی مهاجره گو به یک جوا یک جمع. لی ابو بکر خودش راضی به ادب و اخلاقی کی خوش هر دو تشتی وجی قبول نکر. طبعا ابا بکر سيدنا عمر يقول أنا أحببت أن أتكلم فأسكتني أبا بكر وقال اسكت أنا سأتكلم بأدب وباحترام جميل. فأولا قال نحن نقبل ونحن نعترف بأنكم أنصار رسول الله ولكم الفضل في الإسلام وهكذا، وهذا من أسلوب الأدب. إذا تحب أن تعترض على أحد كن مؤدبا واعترف بفضله وبعد ذلك اعترض عليه، ولكن إذا بدأت مباشرة بالاعتراض الإنسان يكون لديه رد الفعل يعترض يقول لا أقبل هذا. ولكن إذا اعترفت بفضل أخي جزاك الله خيرا أنت رجل محترم أتيت إلى الصلاة تقبل الله منك، ولكن في ملاحظة بسيطة هذا له مكان، ولكن مباشرة تقول هناك غلط في الصلاة الذي أنت قمت به ملاحظة يرد عليك ولا يقبل منك النصيحة. فأبا بكر أولا قدم مكانته واعترف بفضله، هذا أولا، وهذا أسلوب جميل جدا علينا أن نراعيه. أبو بكر خديجة رازيبة رضي الله عنه تشتكي ما تفر لازمة دمك واحتراز الإنسان كي كير جبونه يكون بخازن في إنسان احترازه وقبول بك جرم وشب كنزانن. أولا بيجا خديجة رازيبة مالا طابت إنسان كي باشي باشي بيجا تشتكي قنش كريه تشتكي بيجا تبيا كير. أبو بكر أجر كو احتراز بكرة بيفي تشتهانه بيجا چه ندو أبو بكر براسي نقدر وكر حاشا دروتنا ها مثلا مهنا مثال كي جو شخص هات يك هات المجد كجامي كي ماني كاي هبود المجد كنت جرا نبيجي خدي قبول كما شاء الله تاتي جامعة الحمد لله إنسان كي بالميجي ودر حال تجرا بيجي أفيا شاش وتشما كري عاجز به لقى وقت تقول خدي قبول كما شاء الله والله الميجا تخوش وتاتي جامعة الحمد لله غيرتها تباشا وهاتي كاتي صفا عول اما تبياج نكره باش بو وی وقت وی انسان بيجا والله خدي عدالتي انسان كي جامعي ظلامي تباشا مشي جو رنديا منو تا كيمانيا مش مراغو لدما كنت تشتي بوزيتيف ام بت بوزيتيف نبي اما تقر كاي بقري ولا عيب انسان في عاجز تبه. ابو بكر شكر رضي الله عنه رابوغو والله ام فضله وانكارناكن والله وخدمتك مازن اسلامي راكريه ون هوال پیغمبر بونه ون آلیکار پیغمبر بونه و قوت دای پیغمبر و گلک تشت مازن کریه وان تشتا گو جامرا کیف آن هات گوانه مزناتی ما یا قیمت ما واد زانن انسان نانکورنن پشتی وی اجا ابو بکر دست بکر. طبعا بعدما اعترف بفضله وهذا شيء موجود قال ايها الاخوه ابو بكر رضي الله عنه قال الرسول هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش
الرسول صلى الله عليه وسلم هناك اليوم بعض المسلمين يقول لماذا قال هذا الكلام، أو ربما هذا ليس حديثا، يقول لماذا يكون الأئمة من قريش؟ الذي قاله الرسول في هذا العصر القديم كان هذا الكلام يطابق هذا الوقت وليس اليوم. اليوم خلاص انتهى القريش، لا نعرف قريشا، ولكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لقريش مكانة بين العرب من أجل مكة. وثانيا معظم العرب في عصر الرسول كانوا يذكرون ما حصل مع أصحاب الفيل الذي هاجم على الكعبة ما أصابهم، فكان لديهم نوع من الاحترام ومن الخوف الاثنين. لذلك الرسول ذكر لهم شيء اجتماعيا، هذا الشيء اجتماعا أو عادة العرب في هذا العصر يقدمون الاحترام ويقبلون كلام القريشي أكثر من غيره. هذا هو الحقيقة والواقع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فأبا بكر ذكرهم بهذا الأمر، قال الرسول هكذا يقول، يعني ليس لا تحاول أن تقول منكم أمير ومنا أمير، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم حزم الأمر وقال الأمير من قريش، وانتهى هذا الأمر. ابو بکر چه کرد؟ خدا راضی به ویش بیروانه کن. ابو بکر پشت کو جوانا گو خدا راضی او گو پیغمبر تشتکی گوتی علیه الصلاة والسلام، گوتی مازن ائمه معنا امام، معنا رهبر، معنا سروک، یعنی باشقانم بیجن رهبر. پیغمبر گوتیش قریشی مازن جوان بن، يعني آنا هی که مسلمان ما درکتنه بلکه لگورا عقل آنا راد بن آنالیست کنده بیم نراسته گر اوسان نبونه. پیغمبر یا نگوتی ابو بکر حاشا افترا کریه، یا جی پیغمبر چما گوتی دموکراسی بیاداتنه، دموکراسی بیا بلا سر متبا. فقط حقیقتا که جبیر و نکند وقت پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام قریشی ان قبیلا گران، ان قبیلا که ملت احترام واند گرد دوید نوا عربا دا وقتهانه دا. سبب چه بو؟ سببش بر خاطر کعبه مال خوده و عربا تف حرمتا کعبه دگرد. جو وقت حضرت ابراهیم دا بگره کعبه پیروز بو، خدمتکار کعبه کی بون به 100 ساله قریشی بون. اویا یک سبب بو که پیغمبر دگو، یعنی حقیقت که اوی گاوا که یک نش قریش به هر کس احتراز لید که بو قریشی هر کس احترام آید دگره. مثلا عادت ما کردا دا تدی عشیرتنا و مال عشیره سروکی عشیره هیه. عادتا سروکی عشیرت اگر که دباف سه باب عشیرتی سروکاتی دوان دا به زاروکی هم خو اتوماتیک مدن مزنی عشیره، یعنی کسی احتراز ناکه. لقبك يكي دي دركه وان فقير عشيره بيجي ادم سروكي عشيره ملتي بدرانا بخواله تكي ده بابا تنانتنا ابو بخوت بيا سروكي عشيره ما حدث انسان، يعني ابو هاتكن مثلا عائله كي بابا كي شيخ لاي وشيخ لاي ده شيخ توري وتبت من شيخ، يعني يكي دي رابا بيجي حيره والله علمي برا ومقامي برا طريقته ده والله كاسكي شيخيتي نادك. يعني اجا پیغمبر اوی سوسیولوژی ام بجن، يعني جوات ناسیه وی وقتانه نوا جوات دا پیغمبر وی حقیقت دید گو قریشی هر کس احترام وان دگره. بیا راستی که یعنی آد دویا اجا زمان کی دور نبو، يعني 5-6 سال بری بو اصحاب الفیل چه بو ابرهات خدای عز وجل مالا اخرا کر. عرب در دورا مکه قبیله عربا تفد ترسیان دگو ام لهمبر قریشیا در کون، يعني وکاو که ام لهمبر خدای در کتنه به پروبلم سر ما ترسیان ابهبو. يعني وقريشيا ملته تهديد كر دغو دم ظلام ورن وديد خدای چانی سر ابره وی حبشه كهات وخدای چانی سر وان وديد اي ور سر وشي وان ترساندن. يعني ور حاصله كلام به شكل هانه ابو بكر خدای راضي به جواب واندا. ولكن بعد الكلام والمناقشه والاحتراض القليل بعض الصحابه ومنهم ابا بكر قدم قال يا اخي خلاص اتفقنا على انه لابد أن يكون الخليفة من قريش، فاختاروا أحد الاثنين. عمر كان عن جهة وأبا عبيدة كان عن جهة ثانية. رفع يديهم وقال اختاروا أيهما، ولكن كلاهما قالوا كيف نكون خليفة أميرا عليك وأنت موجود بيننا، نحن لا نقبل. فبايعوه بيعة سريعة، هكذا نقول بيعة سريعة وليس كل صاحب موجود. بايعوه وفي اليوم الثاني اجتمع الناس في المدينة حتى يكون بيعة عامة، نقول بيعة خاصة وبيعة عامة. في بيعة العامة اجتمع الصحابة وكذلك أبو بكر قال أصبحت خليفة، تحب ما تحب تختار ما تختار، إذا أحببتم أذهب إلى بيتي. ولكن اجتمع الصحابة قالوا خلاص نحن نقبلك ولا نقدم أحدا عليك. فاجتمعت كلماتهم على بيعة أبا بكر رضي الله عنه. نحن بالصريحة نقول
لا يوجد هناك نص من الرسول يقول أبا بكر خليفة، ولكن بعدما اختاره الصحابة رأوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في أمور كثيرة، فحصل التوافق بين تقديم الرسول له وبين اختيارهم له، فقالوا نورا على نور. نحن عملنا شيئا ووافق اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره إماما في الصلاح حين المرض، واختاره أميرا للحج في العام التاسع، فاجتمع. ولكن إذا نقول هناك دليل من الرسول، لا يوجد عندنا دليل صريح يقول هذا خليفة. وانتهى المشكلة بهذا الأمر، فأصبح أبا بكر خليفة على المسلمين. پشتێکۆ أبو بكر جواب واندا داوی يعني وەکە بێژەم تماما قبول كبرق يكيج قريشية ببا خليفة. أبو بكر دنيبي دارون اشتي حضرة عمر لفر أبو عبيدة لفر. أبو بكر جناق واز خليفة ها دستي وان بلن كر قو هماش هردي أو كيجات خوازم من خليفة برابا خليفة هردو جي قريشينه. طب دستي قشاندن قو شتكار من خليفة يكي وكاته هبا حضرة عمر دبجة أنت خبردانا تايو كسبي عاجز ما أبي قوتنا هاني أز بمرم دها شيء ترى تخلي تهي أز بمرم خليفة سرته أز بمرم برنج مرة دها خوشه دستي قشاندن ورحاصل هناك أنصار أو هناك جوانا بدست أبو بكر قرتن وقوت ما تاكل خليفة. أبو بكر خديجة رازي روي عول كبو خليفة يدي بو شاب الله أعلم زمان دريش بو روجا دي جارة قديم ملت الجامية توب كرن وقالوا إنسانا والله دوج مرة قلت نت خليفة فقط وتبا نقول يا مرازينا نرازينا أجر قون رازي نبن أزنابم خليفة واه حتى إنك كتاب بجن حضرة علي هات شوري بير هات كلك يسكني قوم تقبل كريه كي ميرا برابيجس تقبل ناكم كي ميرا برابيجس تقبل ناكم ما تقبل كر أبو بكر الصديق جارك هذه الجامعة من التي هات بيع جرد بيع ودسي قرتن قوم تكر خليفة جبونكم إجا سام مسلمان ما أنا إدبي ديمقراطية دافياتنا ديمقراطية ما تشبكن أمي هر جندي هر باجاري هر كسمير وجن وعمري والحجدة حتى الشيطي برابيج ماذا أي وقت تنبو وی وقتی تسا شکر خدا بکن وکا انسان ساکنی به کشتن به شهر گوت بوی خلیفه ما ای بری آنا بونا رقلام خود کن اویات شد به متا قبول کر اویات دزیت که اویات دروات که هفت دوگشن تنبو الحمد لله لی ابو خلیفاتی حضرت ابو بکر براستی بزحمتی دست بکر يعني احتمال وفتناك ما ظن شبه حضرت عمر دبي اگر كموي وقته امنه چونا موي مساله صافي نكرا دتشتاتن پیشيامه يك يا يكي بكرنا خليفه اوجي پر مناسب نبونا ما يجدنگي خنكرا اوجي كانت بيكي نمناسب ببا خليفه اوجي مصيبته ياجي ما احتراز بكره اوجي مصيبته يعني يا ما شر بكره ياجي ما يكي يكون مناسبه خليفتي ما يبغوتا تسملت قبول نذكر يعني يكي انصار ببونا خليفه بلكي قريش بوتم قبول ناكن بلكي قبيله دي بوتم قبول ناكن تيسا يهب بكشتانا بكردي بين شر نابخو يعني ايش سواش دركتا جبروي حضرت عمر دبيجا خليفتي ابو بكر دسبيكا يعني ما بيجا قادي ما ها مصيبات كان ما ظن بولي خديات رحمه خديات رحمه مصيبات ما ظن ابو حضرت ابو بكر بصوز صحابيه بو خليفه او يدي روى دو بو خليفه پشتێک بوو خەلیفە جێدی ئەمر کرد گۆ جەنازەی پێغەمبەر و لە مێژوو تشتێ ئەو ڕوا دەدۆی خەلاصکردن لێ وی تشتێ ئەم قبول بکەن سەحابیەک وی وەختەی حاضر بوون ت کەسکی نەگۆ لێ پێغەمبەر گوتیە برا ئەبوبەکر بە خەلیفە یانە دەستێ مەدا دەلیلێکی تنە کۆ بێژە ئەبوبەکر برا بە دەلیل تنە فقط پشتێک و حەزرەتی ئەبوبەکر بوو خەلیفە جامێرەش خوا گوتی وەڵا مە تشتێکی خراپژی نەکرێ مە باش کرێ چما ئێگۆش خن ئەبوبەکر بوو ئیمام چەند ڕۆڵ پێشیە مەلمێش کرد پێغەمبەر حیاتی بوو گەڤە باشە پیغمبر گو امام نگوت خلیفه لی گل مشکه گو بیاد تشتکی باش بو گو سال نه هجری دا تیس امچون حجه پیغمبر گو ابو بکر تماز نبی قافله حجه تهره یعنی وانه تف اشارت کو باشه ما تشتکی خراب نکره ما ابو بکر کره خلیفه شخرا کیف صحابیه دوی دهات و حضرت ابو بکر داوی ابو خلیفه مسلمان هفته آتی ان شاء الله امی بحث ابو بکر کی امی بده ناز کرنه او پشتوی امی خلیفاتی و داری تاریخ اسلام دا بین زمان. بهذا الشكل نكون قد انتهينا وصلنا إلى خلافة أبا بكر رضي الله عنه. نحن نقصر لا نطول ولا ندخل في الخلافات ولكن الذي نقول هذا مختصر والذي اتفق عليه علماء المسلمين بدون التطويل من هذا الجهة وبدون الاحتراز أو ذكر روايات ضعيفة. الذي في الأخير علماؤنا اتفقوا على صحة الأخبار ذكرنا هذه الأمور حتى لا يحصل لدينا المشاكل. نحن قلنا المؤرخون ذكروا الكثير ولكن لم يعطونا الزبدة. نحن سنذكر الزبدة ولا ندخل في الخلافات. تشتك معنا جو أبياب كرتاي
خلافتی حضرت ابو بکر و رب عالم عز وجل جوان راضی به هفته آتی دی مثلا دوام بکن ابو بکر جی ناس بکن او سیستم خلیفتی او تشتکو چه بی امی بین زمان حتی هفته آتی امانت خدا بن امی چند دقیقه